والله المغرب عملت كتير، عملت أول إشي مستشفى القدس في تل الهوى. بجانب الدعم المعنوي للشعب الفلسطيني، الدعم المادي للأسر الفقيرة. اخوان السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. بزاف ديال التعاليق تيجيوني من عند بعض تجار القضايا في المواقع الالكترونيه وكيكتبوا لي يا المطبعين يا الصهاينه يا الخونه يا المهم انا فكرت وقلت غادي نمشي وغادي نشوف الاخوان الفلسطينيين بكونهم اصحاب الارض واصحاب القضيه، واش حتى هما عندهم نفس الفكره ديال هاد الناس ولا لا. شوفوا معايا هاد الفيديو هذا. عارفين عن حالك؟ أنا عزة دياب. اهلا وسهلا فيك. سؤالنا اليوم اكثر دولة عربية بتحبيها ونفسك تسافري عليها؟ صراحة المغرب، لأنه المغرب دولة بتقف معنا كتير، بتنصرنا دائما، واقف شعبها معنا وشعبنا وشعبها واحد. خصوصا في آخر فترة، في فترة المونديال لما كانت حتاخد كأس العالم، هي وصلت لربع النهائي من كأس العالم، وإحنا كنا صراحة حابين إنه المغرب تاخد كأس العالم وتكون دولة عربية اللي تاخد كأس العالم، بس ما حلفها الحظ. طب انت متأكدة انه الشعب الفلسطيني بحب الشعب المغربي؟ أكيد، أنا بنت فلسطينية وهيني عايشة في فلسطين وكتير بحب الشعب المغربي. بس انا شايف عكس هيك، يعني انه شايف انه الشعب الفلسطيني ما بحبش دولة المغرب، يعني ما فيش اي حب ما بيناتهم. بالعكس، احنا كتير بنحبهم. حتى انت جرب اسأل اي واحد فلسطيني ماشي من الشارع زي حضرتي، حتلاقيه انه عن جد بتحب دولة المغرب وعنده انتماء لإلها وعنده اخلاص لإلها. طب لو اجانا واحد مغربي على فلسطين هنا بنستقبله ولا لا؟ اكيد بنستقبله وبنرحب فيه وبنحطه على عيننا وعلى راسنا. لا اكيد لا، اكيد لا، احنا ما بنستقبلهوش نهائيا، يعني انا لو واحد من الناس بستقبلهوش نهائيا. لا، انا واحدة من الناس لو اجاني اي حدا مغربي حستقبله وحشرف فيه وححطه على عينه وعلى راسه، لانه شعب المغرب وشعب فلسطين نفس الشعب وشعب واحد. يعطيك العافية. الله يعافيك. الله يعافيك. عرفنا عن حالك. محمد ضبان. اهلا وسهلا فيك يا محمد. سؤالنا اليوم اكثر دولة عربية نفسك تسافر عليها من وجهة نظرك كفلسطيني؟ والله دولة المغرب إن شاء الله. طب ليش دولة المغرب؟ دولة المغرب شعب فخم، شعب محترم جدا، شعب طيب، يعني فيش حقد، يعني شعب هيك عفو شعب عفو عن جد. يعني انا فلسطيني بكره المغرب. لا يعني شعب المغرب يا راجل. لو اجانا واحد مغرب على غزة بنستقبله يعني؟ بحطه العتبة إله والدار إله. شكرا بزاف. الله يعافيك، الله يسلمك. عرفنا عن حالك. محمود محمد عبد الرحمن. اهلا وسهلا فيك. سؤالنا اليوم اكثر دولة عربية بتحبها ونفسك تسافر عليها؟ والله نفسي أسافر على المغرب، على تونس، على الجزائر، الدول شرق أفريقيا نفسي أروحها. طب ليش اخترت المغرب؟ والله المغرب عملت كتير، عملت أول إشي مستشفى القدس في تل الهوى. بجانب الدعم المعنوي للشعب الفلسطيني، الدعم المادي للأسر الفقيرة، الدعم الاستراتيجي اللي دائما بتحكي فيه وبتحكي عن الشعب الفلسطيني وعن خططها لتحرير الوطن الفلسطيني. هادو صراحة الناس اللي ما تنساوش الخير، فرغم اننا طبعنا مع الكيان الصهيوني فهما ما نساوش الخير اللي درنا فيهم، عكس بعض الناس اللي تيقول لك شنو درتوا معنا، وبالعكس يقولوا علينا احنا خوانا وكما شفتوا ردوا لنا الخير بالشر. المهم نكملوا الفيديو ديالنا. شكرا للشعب الفلسطيني اللي صراحة قال هذه الكلمة زوينة، لكن الفيديو باقي طويل شوية، شوفوا معايا. سؤالنا اليوم اكثر دولة عربية بتحبها ونفسك تسافر عليها؟ المغرب. طب ليش المغرب؟ لأنه شعب طيب والملك تبعها محترم جدا ومتواضع مع شعبه وكويس، مع انه فيها يعني نسبة فقر لكن الناس بسطاء. طب احنا كشعب فلسطيني بنحب الشعب المغربي والشعب المغربي برضه بحبنا؟ طبعا اكيد الشعب المغربي يعشق الشعب الفلسطيني. بس انا شايف عكس هيك، يعني انه الشعب الفلسطيني ما بحب المغرب. لا بالعكس، اغلب الشعب الفلسطيني بحب المغاربه وبحب الجزائريه كمان. طب ليش يعني بحبوهم وليش مثلا بودوا لهم؟ مين يعني قصدك؟ الشعب الفلسطيني ليش بحب الشعب المغربي؟ لانه الشعب المغربي طيب، ما ليش مشاكل مع الشعب الفلسطيني، دائما مؤيد للقضيه الفلسطينيه يعني على طول الخط. بس دائما انه الشعب المغربي دائما بكرهنا وما بحبش يقف معانا، يعني كل السوشيال ميديا وكل الناس، يعني المغاربه ما بحبوش الشعب الفلسطيني. فانت ايش رايك؟ يا صديقي هذا الكلام مستبعد نهائيا. نهائيا. الشعب المغربي شعب شقيق
وبحبنا بشكل غريب هو والشعب الجزائري. دول المغرب العربي دائما كانت مع القضية الفلسطينية. يعطيك العافيه. الله يعافيك. عرفنا عن حالك. حمزة صقر. اكثر سؤالنا اليوم، اكثر دوله عربيه نفسك تسافر عليها؟ المغرب تقريبا يعني. طب ليش المغرب؟ بحب شعبها بما انه متضامن مع القضية الفلسطينية، وغير هيك كرياضة انه الفريق المغرب ضمنا كلنا كشعب عربي واحد. طب انا شايف انه بتستاهل شيء الحب، وبتستاهلش انك انت تختارها اصلا، يعني هي دوله شاذه يعني تعتبر من الدول العربيه. غير صحيح كلامك يعني. صدقني. كيف لا كيف شاذة يعني مثلا. يعني انه مش محبوبه يعني ما بين الدول العربيه، ومش محبوبه عندنا بفلسطين. غلطان. ليش غلطان؟ هتلاقي واحد من الشارع لقيت اساله نفس السؤال يقول لك المغرب احنا وياهم واحد. لا مستحيل. ابو حميد بتحب انت المغرب؟ بتحبها؟ هاي بحبهاش. تعال. صدقني بتحب انت المغرب؟ ليش بتحبها؟ ليش لا؟ انا تحديت انه لو بدي اسال اي واحد يقول لي ما بحبش المغرب. طيب ايش في سبب انه خلينا اكرهها مثلا؟ لان هي مش واقفه معانا يعني، وهي اصلا مش محبوبه على مستوى الدول العربيه. لا احنا بنحبها. بتحبها؟ ايش رايك انت فيه؟ غلطان انه مش واقفه معنا، ايش طبيعي انا واقفه معنا. لا انا حبيت احنا واقفين معها كمان. انت ايش؟ احنا واقفين معها. الله، هذه هي نخوة الشعب الفلسطيني، انه ما بنساش حدا من الدول العربيه. طبعا ايش طبيعي. طب انت ايش بتحب توجه لهم تحيه؟ انا كنت حبيت اني استفزك واشوف ايش ردة الشباب الفلسطينيين لما انا مثلا اسيء لدوله المغرب، واشوف ما شاء الله عليكم يعني بتحبوا المغرب. طبعا ايش طبيعي نحبها. طب كثير كويس شعبها، وله اصدقاء هناك من المغرب كثير يعني. طب ايش بتحب توجه لهم تحيه من فلسطين؟ طبعا كل الحب من اهل فلسطين لاهل المغرب، واحنا شعب واحد مش شعبين ان شاء الله. يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. عرفنا عن حالك. أكرم الشريف أخوه. اهلا وسهلا فيك. سؤالنا اليوم، اكثر دوله عربيه بتحبها ونفسك تسافر عليها؟ والله أكثر دولة عربية المغرب. طب ليش المغرب من وجهه نظرك؟ والله المغرب شعب محترم وشعب طيب وبقف معانا يعني في أكثر من موقف، وشعب احنا بنحبه وهو بحبنا يعني. طب انت ايش شفت منهم يعني مواقف اللي خلتك انك انت تحبهم فعليا؟ والله المغرب في بنت مستشفى القدس اللي في تل الهوى، والله إلها مواقف كتير يعني بتبرع للشعب الفلسطيني، وإلها يعني مواقف كتير بنقدر نتذكرها فيها يعني للتاريخ يعني. والله بنفديهم بعيوننا التنتين وقلوبنا وارواحنا كمان فضل بس لاهل المغرب وشعب المغرب. كما تشوف الإخوة الفلسطينيين فهما كيبغيو ولله الحمد الشعب المغربي وملك المغرب، وكيتمناو أنهم يزوروا المغرب. فهذو كما قلت لكم راهم أصحاب القضية وأصحاب البلد. ودابا غادي نشوفوا أشنو قال رئيس الوزراء عباس بومازن، وبعدها إن شاء الله غادي نشوفوا أشنو قال خالد مشعل. نحن إن كنا ننسى فلا يمكن أبدا أن ننسى أن الشعب المغربي كان يناصر الثورة الجزائرية، وعندما حصل الجزائر على استقلاله في أوائل الستينات تحولت لجنة نصرة فلسطين المغربية مباشرة لتكون لجنة نصرة من الجزائر إلى فلسطين، وهذه اللجنة موجودة للآن. العربي عود نطلق طلع. أن الشعب المغربي كان يناصر الثورة الجزائرية، وعندما حصل الجزائر على استقلاله في أوائل الستينات تحولت لجنة نصرة فلسطين المغربية مباشرة لتكون لجنة نصرة من الجزائر إلى فلسطين، وهذه اللجنة موجودة للآن. أنا ما قلت والو، حتى شي مغربي ما قال شي حاجة. يعني هذوك الناس اللي غادي يجيو يبداو يعلقوا ويقول لك حقاو الواد في براكه، والله سيدي ما في براكه. هذا عباس بومازين قال لك أن الشعب المغربي كان يناصر القضية الجزائرية، وبعد ما خداو الاستقلال ديالهم يعني المغرب مشى من مناصرة الجزائر مشى لفلسطين. وكاينه ليومنا هذا واحد اللجنة اللي هي سميتها لجنة القدس.
تمثل فيها كل الأحزاب المغربية. قد يختلف إخوتنا المغاربة كأحزاب أو شخصيات على أي شيء، ولكنهم دائما وأبدا متفقون كل الاتفاق على القضية الفلسطينية. أنتم ما سمعتوا على ودنيكم، يعني الفلسطينيين يعني عندهم تفكير مختلف على التفكير ديال شي ناس. الفلسطينيين هم ناس عارفين المغرب اشنو دار على قبلهم والتضحيات اللي دار المغرب على قبلهم، وكما شفتوا هذا الشيء هذا ماشي انا اللي قلته، مي قالوه فلسطينيين باللسان ديالهم وكيعترفوا بالخير اللي دار معاهم المغرب. وناس صراحه كيشكروا المغرب بعكس الناس الاخرين اللي تيسبونا وتيقول لك مطبعين نتوما خوانا بني صهيون وهذيك الكاسيطه المشروخه ديالهم. لكن كما كنقولوا في المغرب الاخوان، اذا اكرمت الكريم ملكته واذا اكرمت اللئيم تمرد. خوتنا نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم.